السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مباراة الأهلي وبيراميدز في 9 مساء. مباراة ستحسم بشكل كبير المقدمة هتبقى شكلها عامل ازاي الفترة اللي جاية. في حالة فوز الأهلي هيبقى تقدم كبير وهيبقى المنافسة أقرب مع الزمالك. في حالة فوز بيراميدز هيبقى طبعا نتيجة صعبة جدا على الأهلي، وهيبقى فيه قرارات ممكن بعد مباراة أو اتنين بإقالة الجهاز الفني. المباراة دي ممكن نقول بالنسبة لريفيرو مباراة صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعبة بسبب الظروف اللي اتحطينا فيها والتعادل في الماتشين اللي فاتوا. صعبة بسبب غياب رمضان وغياب إمام ومروان. صعبة بسبب عدم وجود ملامح للفريق خصوصا الشوط الثاني في أغلب الماتشات. صعبة بسبب ابتعاد تريزيجيه وجراديشار عن التهديف والمساهمات. صعبة بسبب ان بيراميدز جايلك ووضعه حرج وعايز يكسب وياخد دفعة معنوية على حسابك. طيب ليه سهلة؟ سهلة لان بيراميدز في أسوأ أحواله، وكمان الشيبي أهم مفتاح عندهم مطرود فغايب الماتش ده. مرعي كمان غايب، رمضان غايب، وكمان مصطفى فتحي اللي عنده حلول فردية برضه غايب. مستني النهارده من ريفيرو انه يتصرف ويحل غياب بن رمضان، ولو كوكا لاعب مكانه جنب ديانج وزيزو يبقى انت كده ما عندكش ولا لعيب بيمسك كوره. قفشه بيعرف يلعب النوع ده من الماتشات. حسين كعبه عالي على بيراميدز، بس ما ينزلش طبعا 10 دقايق وتقول له كسبني. لازم تسيب الكوره لبيراميدز وتخليهم يفضوا المساحه، وتستغل بن شرقي وتريزيجيه في المساحات من ورا خط الدفاع، والطويله تتلعب في ظهر دفاعهم. خلي هاني مع زيزو ناحية اليمين، وكريم مع بن شرقي ناحية الشمال. تريزيجيه ناحية الشمال، بلاش تريزيجيه جناح. بيراميدز أكتر فريق في الدوري مميز في الكرات الطولية. لو لعبت ماتش زي ده مع بيراميدز بنفس طريقة ماتش بالميراس في كأس العالم للأندية وفتحت وتقدمت هيزعلونا، واحنا أكتر فريق عمل الضغط العكسي وكسب الكرة التانية في وسط ملعب الخصم. اضغط عليهم هيرتبك وهيتلخبطوا. ده الحل الأسهل لمباراة اليوم.